أخباركم إيه؟ كله تمام؟ كلام النهاردة تكملة بالأخص كده للموظف. أنا راجل موظف، فأنا عارف إن أنا أفكاري القديمة كلها مبنية على إن أنا اشتغلت أو إن أنا كنت في فترة الدراسة بتاعتي لغاية ما وصلت إن يبقى ليا مؤهل. المؤهل ده خلاني بقيت موظف في شركة سنة مع تانية مع تالتة، سواء إن أنا بقى موظف في الشركة ديت مساعد، وبعد كده اترقيت بقيت فني، وبعدين بقيت فني أول، بعدين بقيت سوبرفايزر، بقيت جنرال، ايا كان المسمى الوظيفي. بقيت اترقى. اقصى حاجه ليا في المرتب ايه، او اقصى حاجه ليا في الوظيفه ايه؟ ان انا بترقى لحد ما ببقى مشرف بمرتب ثابت ما بيزيدش. ولكن اللي بيحصل وبيتجد عندي في الشركة إن لو الشركة أخدت مشروع جديد، أنا بنزل بالمساعدين اللي معايا بالفنيين اللي معايا، بنزل أشوف المشروع اللي الشركة أخدته ده، وببدأ أبقى ملم بصياناته بمشاكله بحاجته كلها. وفي نفس الوقت وبقى ملم بكل المشاكل اللي فيه، سواء صيانات بقى ايا كانت الصيانات ايه، او ايا كان الشغل اللي موجود ايه. فانا هنا راجل موظف، اشتغلت طول حياتي طول سنيني في الوظيفة. فبالنسبة لي عشان اسيب الوظيفة واروح ابني المشروع بتاعي، بيكون بالنسبة لي في تفكيري ان الوقت خلاص عدى، ان انا مش هقدر ان انا اجازف بالتاريخ اللي فات ده كله، بالسنين اللي فاتت دي كلها، بان انا اسيب الوظيفة كده واروح اشتغل ابني المشروع بتاعي. فانا ببقى مرتضي بالوظيفة اللي أنا فيها وبالمرتب اللي جاي لي، وفي نفس الوقت من ناحية تانية الشغلانة هتيجي من بره، شغلانة هتيجي من هنا، هي بتزق معايا حاجة في حاجة. فدي عقلية ما بيحبش إن هو يطور نفسه، ما بيحبش إن هو يجري علشان يكبر سقف دخله، يكبر السقف عنده بحيث إن هو يخلي دخله أضعاف مرتبه. فلا، هنا ده شخص مش عايز يتعلم وبيخاف يتعلم ان هو يطور من نفسه، بيخاف يجازف. غير لما يكون حد تاني عارف ان هو في وقت معين خلاص مش هينفع ان انا اكمل في الوظيفة، مش هينفع ان انا اكمل في مرتبي ده، لان هو ما بيقدمنيش لقدام. بقيت في مشاكل مستمرة بسبب ان مرتبي زي ما هو ما بيزيدش. كل اللي انا بعمله وباجي على نفسي فيه ان انا ممكن انزل ساعات اضافي، ممكن انزل ايام انا مش حابب انزلها، فبضطر ان انا انزلها عشان اضيف على المرتب الاضافي. فدي العيشة بتاعت الشخص اللي ما عندهوش قيمة، مش متعلم حاجة واتنين وتلاتة يضيف المرتب بتاعه او يزود الدخل بتاعه. لما يكون واحد حابب ان هو يعمل ترب في حياته، يعمل فرق في الدخل بتاعه، ويعمل ويجبر نفسه ان هو لازم يبقى في دخل كبير، فبيضطر ان هو يسيب الوظيفة بتاعته ويروح شركة تانية، والشركة التانية دي يتعلم فيها التسويق. فاصبح ان عنده مجال تاني في التسويق بيساعده ان هو يسوق لمنتجات ملابس، احذية، يسوق للمنتجات ايا كان النوع بتاعها. فبيقعد له سنة اتنين تلاتة بيدرس السوق، وبيدرس ان هو ازاي يبيع المنتج ده ويطلع الارباح بتاعته. هنا بيبقى ليه راتب بيزيد بحسب الكمية اللي هيبيعها، بيزيد بحسب الكمية اللي هيبيعها. فهنا مش هيتاخد منه ضرايب، مش هيتاخد منه تأمين، مش هيتاخد من مرتبه بحيث ان هو يبقى في امان وظيفي. لا، هو هنا بيتعلم ان هو يسوق المنتجات، فبالتالي بقى ليه ارباح، فبالتالي بقى يقدر ان هو يعمل مشروع لنفسه ويبيع اكتر في اكتر في اكتر. فبقى ذهنه كبر انه ازاي يبيع كمية كبيرة قوي فيحصل على نتيجة كبيرة قوي. غير لما يكون واحد عنده شيء هو بيصلحه وبيعمله، فبيبقى عليه ضغط كبير قوي من زباين كتيرة، فما بيقدرش ان هو يصلح كل حاجة في وقت واحد. فدي بتبقى العقلية الوسطية. انا اتعلمت ان انا اصلح الشيء ده، فانا ما بطورش، انا بفضل طول حياتي بصلح الشيء ده. مهما زادت عملائي ومهما زادت زبايني كبير قوي، هجيب نفر اتنين تلاتة اربعة يصلحوا، بس انا برضه هبقى ايه، خايف ان ده يبوظ، خايف ان ده ما يصلحش كويس. فهبقى العقلية بتاعتي برضه زي ما هي، لا انا بطور وبكبر وبفتح المشروع وبجيب فرد واثنين وثلاثة، واجيب حد يبقى رقيب عليهم. فكل مرة بنتج أكتر، كل مرة بكبر أكتر. فده واحد عايز ينشئ شركة تشتغل وتجيب له نتيجة كبيرة، تجيب له عائد كبير من غير ما هو ما يضغط نفسه في الشغل.
او كنت فتره معينه موظف، بس بعد كده اتعلمت واتطورت ان انا اعمل شركه لنفسي. شركه لنفسي دي تساعدني بعد كده ان انا اعمل انتاجيه اكتر، تخليني ابقى قاعد مبسوط ومرتاح، وعندي صنايع واتنين وعشرة، وعندي فني، وعندي مشرف، وعندي مدير للشغل. الكلام ده كله اللي بيدير الكلام ده كله بدليل ان انا اتعلمت وصرفت على نفسي تعليم وتطوير، واشتغلت في شركة في التسويق، واشتغلت وبعت المنتج واثنين وثلاثة. في الموضوع بالنسبة لي بقى خلاص احترفت القصة، احترفت الموضوع. مش خايف ان انا اسيب الوظيفة عشان مش هلاقي شغل، خايف ان انا لو سبت الوظيفة هضيع السنوات اللي فاتت دي كلها وهرجع تاني ازق حاجة في حاجة. لا، جازف انك انت تتعلم، وجازف انك انت يحصل نمو في دماغك، وجازف انك انت تتعلم حاجة واثنين وثلاثة وعشرة، عشان وقت ما توصل لسن معين في حياتك تبقى انت عارف ان دخلك بقى بيزيد من النتيجة اللي انت بتديها، سواء بقى نتيجة انك انت سوقت المنتجات كتير فاصبح لك عملاء، فبقى لك سايت على النت بتبيع للعملاء بتوعك، وبتبيع لكل الارض كلها، فبقيت انت راجل محترف بتعرف تبيع اي شيء بالسعر، وفي نفس الوقت بتطلع الارباح بتاعتك بعيد عن ضرائب، بعيد عن التأمينات. فخلي عائلتك عائلة شخص بيتعلم وبيتطور. وده كان بتكملة انك انت ازاي تخلق فرص لنفسك تجيب لك فلوس وعائد بزيادة وبزيادة. وده كان كلامي معاكم النهارده. لو عندك اي كومنت ولا اي حاجة تابعني